ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. وصفة النهاردة عايزين نعمل شوية صوصات بقى كده عشان خاطر شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل التومية وكمان مايونيز والكاتشب. هنعمله بمنتهى النظافة، منتهى السلاسة، ما فيهاش اي حاجة صعبة ولا اي حاجة. مبدئيا كده هنعمل ايه المايونيز يا جماعة. معايا كوباية لبن، عايزة كوباية لبن ساقعة جدا. ومعايا نص كوباية من الزيت. ومعايا معلقتين كده جبنة كريمي. لو ما عندكيش تقدري طبعا تضيفي جبنة مثلثات، تحطي مثلثين. هنا بص في الخلاط انا حطيت كوباية من اللبن الساقع، وحطيت معلقتين الجبنة زي ما قلتلك. وكمان هنا معايا فص توم كبير مهروس، وهنا معلقة من الخل، ونص ليمونة. الكلام ده كله على بعض. بس الزيت يا جماعة اخر حاجة. زي ما قلتلك انا معايا نص كوباية، هي اللي قدامنا دي ربع، وبعد كده هملاها تاني يعني. هنضرب الخلاط بقى لحد الخليط كله ما يبقى كريمي كده، وكل المقادير اللي حطيناها تتجانس مع بعض بالشكل ده. انا هبدأ طبعا من فوق انزل الزيت خيط رفيع جدا. انا عايزة الخليط اللي معانا في الخلاط ده يتقل واحدة واحدة، وما تستعجليش وما تدلقيش كتير الزيت. خليه زي الخيط زي ما قلتلك. بالشكل كده. بصي هو اخد الربع كوباية، هحط بقى الربع التاني لحد الخليط معاه لما هيتقل، وهيبقى معاكي اجمل مايونيز تحفة بقى بيتي، ولا في اي لعب بقى ولا مواد حافظة ولا الكلام ده كله. بصي زي ما انت شايفة كده. هنبدأ نحطه في انت طبعا يكون عندك بقى البرطمانات بتاعتك نضيفة ومعقمة. انا عايزة اقولك هو الخليط اول ما هيدخل التلاجة او المايونيز ده هيتقل وهيمسك نفسه اكتر من كده. طبعا هو دلوقتي لسه مضروب في الخلاط، فتحس ان هو سائل شوية. اول ما يدخل التلاجة هيمسك وهيبقى خطير كده. بالنسبة لي المايونيز. يلا بقى نعمل التومية. كوباية مية معايا يا جماعة اهي، حطيت لها 3 معالق كبار من النشا. هنقلب الكلام ده كله كويس. طبعا الكلام ده على البارد، المية دي ساقعة اللي انا حطيتها. معايا بقى التوم بتاعي، هي طبعا بتعتمد على التوم، تحط لها كمية توم حلوة. انا هحط التوم برضو معاهم ني كده، وهنرفعه على النار لحد ما هيتقل زي ما انتوا شايفين كده. هو لسه نزل من على النار حتى وصل فيه البخار. هنبرده شوية وهنحطه في الخلاط. دي التومية يا جماعة. بص الخلاط انا حتى ما غسلتوش من المايونيز، لاننا كمان هنحط شوية مايونيز فيه. هننزل الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط بالشكل ده، وهحط له شويه من المايونيز زي ما قلت لك اهو بالشكل ده. وهنضربه بقى في الخلاط. هنحط له شويه خل وكمان نص ليمونه. بصي مقادير سهله كلها من مطبخك ان شاء الله، مفيهاش اي حاجه صعبه خالص. والكلام ده هيتضرب برضو في الخلاط زي ما انت شايفه كده. هنا برضو هحط له شويه زيت بس في الاخر، لحد ما تسمعي ان الخلاط صوته اتكتم معاكي كده. بس خلاص هو وصل للقوام المطلوب. حطيت له شويه من السكر وشويه من الملح، بس طبعا ما تكتريش ولا سكر ولا ملح. او زي ما انت شايفه حطي الزيت سرسوب رفيع جدا زي الخيط علشان طبعا يجيب معاكي نتيجه. اهو بالشكل ده. بصي اهو كده هو جاهز وبقى تمام التمام. يلا بقى نحطه في البوله زي ما انت شايفه. بصي تقيل ازاي، تقله بقى خطير وريحته روعه. المايونيز ده سوري التوميه دي بتتباع كمان يا جماعه بره العلبه صغيره قد كده، مش عارفه بكام يعني. طب ما احنا ليه؟ لا احنا نعملها في البيت بقى، وكفايه نضافتها بصراحه. بس انا عايزه اقول لك دقتها طعمها يعني طعمها حلو قوي. جربيها وان شاء الله هتعجبك. كده خلاص. لا لسه بقى فاضل الكاتشب. نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا طماطم يا جماعه. دي طماطم انا طبعا ضربتها في الخلاط وسبكتها وصفيتها مرتين. معاكوا اهي بالشكل ده. حطيت لها كل حاجه ربع معلقه توم بودره وبصل بودره وفلفل اسمر وسكر. كل حاجه ربع معلقه زي ما قلت لك. السكر بقى حطيه معلقتين 3 كده حلوين. وكمان حطيت له 3 معالق كبار من الخل. كل ده على البارد زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده. وفي الاول كمان حطيت له معلقه من النشا، دوبتها في كوبايه من الميه. رفعت الخليط على النار يا جماعه او الكاتشب لحد ما غلي معانا. بص تقل وبقى سميك، ريحته خطيره وطعمه خطير. جربيه ان شاء الله باذن الله هيعجبك كتير كتير. بص بقى عملنا 3 صوصات في البيت. اهم حاجه طبعا نظافتهم، زائد ان هم اقتصاديين. والولاد بقى بيحبوا الكلام ده على سفره رمضان.
اعملوه لهم ورد غرورهم بقى، كأن ايه قاعدين في مطعم بره مع اي مشاوي، مع كفتة، مع فراخ مشوية، هتبقى روعة وتحفة. جربي الوصفات دي ان شاء الله، بإذن الله تعجبك كتير. بس كده، وده كان فيديو النهاردة. باي باي حبايبي.